الأسود. يواجهون سيراليون الخميس المقبل. برمجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مباراة إعدادية للمنتخب المغربي الأول الخميس المقبل في سان بيدرو أمام منتخب سيراليون كآخر محطة للإعداد لنهائيات كأس إفريقيا المقررة في كوت ديفوار في الفترة ما بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين. وتأكدت من مصادر موثوقة أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم استقرت على منتخب سيراليون ليكون خصم الأسود في مباراة الخميس المقبل بعد إلغاء المباراة التي كانت مقررة أمام غامبيا الأحد. وتم استغلال تواجد سيراليون سلفاً في سان بيدرو للترتيب للقاء إعدادي معه، حيث من المرتقب أن يواجه منتخب كوت ديفوار ودياً بعد غد السبت ضمن استعدادات منتخب البلد المنظم للكان. وسيسافر المنتخب المغربي الأحد المقبل إلى مدينة سان بيدرو التي ستحتضن مباريات الأسود في دور المجموعات لبدء مرحلة التأقلم مع الأجواء قبل انطلاق المنافسة. ويستهل المنتخب المغربي نهائيات الكان في المجموعة السادسة بإجراء أول مباراة أمام تنزانيا في 17 يناير المقبل، ثم يخوض مباراته الثانية أمام الكونغو الديمقراطية في 21 من الشهر ذاته، على أن يختتم دور المجموعات بمواجهة زامبيا في 24 من نفس الشهر.